تعالوا نشوف مع بعض السر اللي خلى النجم المغربي الدولي ابراهيم دياز اللاعب الاسطوره اللي بيلعب في ريال مدريد، اللاعب ليه متمسك بريال مدريد وما مشيش. هنقول لكم الحقيقه ان اصلا جاله مكالمه هاتفيه من مدرب ريال مدريد حاليا اللي هو تشابي، وقال له انا محتاجك جدا ودورك هيكون كبير جدا في الفتره اللي جايه معايا، وانت طبعا انت عارف انت بتلعب في المركز الجناح الايمن على حساب النجم الكبير البرازيلي رودريجو. عشان كده انا متمسك بيك جدا لان انا عارف ان انت تفرق معايا وتصنع الفارق. ودي كان سر المكالمة اللي خلى اللاعب متمسك بيه ريال مدريد. لاعب بايرن ميونخ توماس مولر في مقارنة بين ميسي وكريستيانو هو بيقول لك رأي مختلف تماما، واعتقد ان الكل هيختلف معاه، يمكن الاغلبية هتختلف معاه بما فيهم انا. اول حاجة هو بيقول لك ان الاتنين بيلعبوا كرة قدم جميلة، كرة قدم بطريقة جميلة مذهلة، الاتنين حاجة جميلة قوي، بس اللي بيخلي ميسي يتميز على كريستيانو انه بيلعب بلمسه كده فيها اناقه شويه. لكن احنا بنقول له يا حاج توماس لا، اللي بيميز كريستيانو اللي انا هقوله لك ده بقى. اولا كريستيانو لاعب كامل متكامل، يعني انت لو هتجيب بالورقه والقلم والمسطره تحط مواصفات لاعب كره القدم الحقيقي، هو طول، عرض، سرعه، قوه، لياقه بدنيه رهيبه، بيجيب اجوان من كل حته بيده ماشي برجله ماشي، زي ما كده مدحت شلبي بيقول له في مرجان احمد مرجان الله عليك يا مرجان، بايده ماشي برجله ماشي، هو نفس الحكايه. كريستيانو بيجيب اجوان من كل حته في الملعب، من اي زاويه، من كورنر، من كل مكان. هتقول لي ما هو ميسي نفس الحكايه، اقول لك تمام، بس اللياقه البدنيه بتاع كريستيانو تزيد اكتر من ميسي. كريستيانو ممكن يديك شوطين ثلاثه كمان، ممكن يجيب جون في اخر دقيقه. بص الباور بتاعه 90 دقيقه زي ما هو، الامبير بتاعه ما بينزلش. لكن ميسي هي بس حته اللياقه بتفرق شويه. مهارات ميسي طبعا عايز اقول لكم سريع جدا في الترقيص، نفس الحكايه برضو كريستيانو. فاللي بيتميز بيه كريستيانو هي القوة والسرعة اللي بتميزه، ده زائد انه بيلعب بهده كويس جدا ورجله كويس جدا في كل حاجة في الملعب، بقول في جميع المواصفات. لكن في النهاية الاثنين اساطير كرة القدم طبعا. ده كرأيي المتواضع بالنسبة لرأي الحاج توماس. معانا خبر برضو مهم جدا عن مدرب مانشستر سيتي جوارديولا في حوار كده لذيذ بيقول لك اتمنى اكون ساحر عشان اعرف مدرب توتنهام الجديد بيفكر ازاي، خصوصا ان جوارديولا عنده ماتش مهم جدا مع توتنهام وبيشكر جدا في المدرب ده، فبيقول لك انا متشوق ان انا اشوف المفاجأة بتاعت المدرب الجديد بتاع توتنهام. لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور اللاعب البرازيلي الموهوب في مشاكل حاليا في الفترة اللي جاية معاه، لان اللاعب بيطالب بمرتب كبير تاني، زائد ان هو مستواه في تراجع كبير. فطبعا ادارة ريال مدريد شايفة ان هو ما يستحقش الكلام دوت، ففي احتمال واحد من الاتنين، يا اما هيبيعوه للدوري السعودي، يا اما هيبقى على كرسي البدلاء طالما هو بيحاول يدور على فلوس اكتر وفي تراجع كبير في مستواه، الا اذا استعاد لمستواه المعهود. كده بقى وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى يكون الفيديو عجبكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.